حياكم الله اخواني. مباراة ريال مدريد اتلتيكو مدريد وعلى غير العادات. ريال مدريد بدأ المباراة مدافعا وانهاها مدافعا. فاز في هذه المباراة بدفاعه. انتهت هذه المباراة بهدفين مقابل هدف. الهدف الأول جاء عن طريق ركلة حرة مباشرة أسكنها فالفيردي في الشباك. الشوط الأول كان استراتيجيته واضحة: الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع من ريال مدريد. أتلتيكو مدريد وعلى غير العادات بدأ مهاجما وفتح الملعب من الأطراف. اعتمد على العرضيات لاستغلال طول المهاجم النرويجي سورلوث. هذا المهاجم الذي سيكون ثنائي مع هالاند في كأس العالم، وسيشكلون خطرا، وسيكون فريق النرويج فريقا مرعبا عندما يكون سورلوث وإيريك هالاند وخلفهما اللاعب وسط أرسنال أوديغار. فإنه سيكون فريقا مرعب. نرجع إلى مباراة ريال مدريد. ريال مدريد اليوم وعلى غير العادات كما قلت لكم، بدأ مدافعا، لم يغامر هجوميا. تحصل على الهدف الأول في الدقيقة الثانية من ركلة حرة. بقيت المباراة على حالها. أتلتيكو مدريد بالضغط العالي، بافتكاك الكرات، بتمريرات كثيرة مقطوعة لم تصل لملعب أتلتيكو مدريد. بل أن الشوط الأول انتهى داخل مناطق ريال مدريد، ولم نشاهد أي هجمة أو أي خطورة على أوبلاك. هي هجمة وحيدة استطاع رودريغو من خلالها أن يشكل خطورة على أولباك، ولكنه لم يحسن الفينش، ونهايته لم تكن سعيدة في تلك الكرة. في الشوط الثاني وكأنها صورة مطابقة للشوط الأول: مدريد يدافع وأتلتيكو مدريد يهاجم. ريال مدريد يعني كأنه أو لاعبو ريال مدريد كأنهم كان معهم تعليمات واضحة بأن لا تتسرعوا، بأن اهدأوا، ابقوا في مناطقكم، استغلوا الكرات المقطوعة، اعتمدوا على الكرات السريعة والمرتدات. وحصل ذلك عند الدقيقة 51. هل تعلم عزيز المشاهد أن ريال مدريد احتاج إلى 50 دقيقة حتى يتحصل على الركنية الأولى له؟ وهذا شيء غريب، وكأن ريال مدريد لم يكن حاضرا هجوميا هذا اليوم. وفي الدقيقة 55 استطاع ريال مدريد من افتكاك الكرة في منتصف الملعب، وفالفيردي يصنع الهدف الثاني بتمريرة رائعة بين المدافعين وبين مدافعين. يضعها رودريغو الذي يسكنها في الشباك. أتلتيكو مدريد على غير العادات، لم يكن متحفظا دفاعيا. ريال مدريد استغل المساحة الموجودة في دفاعات أتلتيكو مدريد، واستغل اندفاع ريال مدريد أتلتيكو مدريد إلى الأمام. لم تبقى الأمور على حالها، وضغط أتلتيكو مدريد بقي مستمرا إلى أن أتت الدقيقة 57، وقلص سورلوث النتيجة إلى هدف واحد، وأصبحت النتيجة 2-1. بقيت الأمور على حالها. ما يمكن التكلم عنه تبديلات شافي ألونسو من جديد. روديغير لم يكن حاضرا لأنه يعاني من إصابة، تم استبداله بمندي، وأيضا دخول فران غارسيا، وخروج كل من روديغير وأيضا فينيسيوس جونيور. لماذا هذا التبديل؟ فران غارسيا أصبح في منطقة المنتصف، مندي أصبح ظهيرا، تشاوميني راجع إلى الخلف. يعني كأن السيد تشافي ألونسو يقول: سأدير المباراة بطريقة دفاعية هذا اليوم وسأتحصل على ما أريد. فعلا
ريال مدريد كان دفاعيًا في طيلة هذه المباراة، وأتلتيكو مدريد هجوميًا. لم نشاهد من ريال مدريد الشراسة الهجومية، بل أنه اكتفى بالدفاع، ولم يكن هنالك هجمات كثيرة. 4 هجمات كانت كفيلة بتسجيل هدفين. أما أتلتيكو مدريد فحاول كثيرًا، لكن الحظ عانده، وكان أفضل من ريال مدريد فنيًا في الضغط العالي، في الاستحواذ على الكرات، في السيطرة على المباراة بشكل مطلق وكامل. السؤال الذي يدور بأذهان مشاهدو ريال مدريد ومشجعو ريال مدريد: هل سيقابل ريال مدريد برشلونة بهذا الشكل؟ هل سيكون ريال مدريد دفاعيًا؟ وهل سيجاري برشلونة المرعب هجوميًا بهذا الشكل؟ هذا ما سنعرفه في المباراة النهائية. شكرا لكم على حسن الاستماع، أرجو منكم المتابعة والمشاركة والإعجاب. تصبحون على خير.